بتبلش قصتنا يا اخوان مع اكبر تاجر مخدرات مروح بطيارته الخاصة والامور في السليم. بحط الساعة وبنزل يسبح، بس المشكلة انه بلاقي نفس الساعة موجودة في المسبح. بنزل يشوفها ما بلاقي الا واحد، بيسحبه وبخنقه وبقتله على الكامل. لما الحارس بنتبه انه الجثة قاعدة ما بتتحرك، هذا اللي بيخلي اللي قتل يحرك الجثة عشان تطلع الامور طيبة. القاتل يا اخوان اسمه آرثر، قاتل مأجور، عبارة عن بني ادم بقتل الفريسة تاعته أو الضحية تاعته، وبتبين زي كأنها عبارة عن حادث، يعني ولا له دخل في القصة ولا حدا قتله. وزلمة فهمان ومرتب، برجع بحرق أي إشي وراه، ما بيخلي أدلة عشان تكون أموره بالسليم. آرثر يا إخوان زلمة مرتب، برجع لحياته الطبيعية وبروح يقابل صاحبه هاري اللي بيقول له معلم أنت أي مهمة بيختاروك إلها لأنه أنت زلمة نظيف وقد حالك وما بتخلي ولا إشي وراك، خليك على هيك وراح توصل معلم على الأكيد على الأكيد. شو بدك بالطويل معلم؟ آرثر مروح وأموره في السليم عشان يرجع يستقبل مهمة جديدة. المصيبة بتكون إنه مهمته الجديدة يقتل صاحبه آرثر اللي كان قاعد معه قبل شوي. هون بنصدم كثير يا إخوان، لأنه إيش الموضوع؟ بيضطر يرن على الرئيس اللي مسؤول عن هاي القصص، بقول له معلم شو القصة؟ بقول له القصة صعبة وطويلة ولازم أجيك عشان أشرح لك إيش اللي صار، اهدى على حالك شوي وهيني جاييك. وبالفعل بوصل الرئيس على طيارته الخاصة وبمسك آرثر وبقول له صاحبك هاري عرف كل إشي وبيعرف أسرار عن المنظمة وبيعرف أسرار كتير بتضرنا وبتضر الرئاسة وبتضر كل الناس اللي شغالين في هاي القصة. أحسن إشي أفضل إشي إنه إحنا نخلص منه ولا تقعد تتفلسف وتتهبل، خلص عليه وإنت ساكت. آرثر يسكت؟ طبعا لا، برن على صاحبه هاري وبقول له معلم طلبوا مني أقتلك، بدك تخلص حالك بأي طريقة، اهرب من اللي انت فيه واطلع من بيتك واطفي الكهرباء وفجر الدنيا واطلع. وهذا اللي بيعمله هاري بالضبط. وبنزل تحت بيلاقي وين معلم؟ بيلاقي سيارته مكسرة ومطبشة. وهنا بنتبه انه آرثر هو اللي عمل هاي القصة عشان يوقعه. بقول له انا ما باليد هيلة معلم. بقول له شو ما باليد هيلة؟ شايف هذا المسدس انا بقدر افضيه فيك. بيخليه يحكي آرثر كتير. بالآخر بقول له معلم رصاصة الوداع، بسلخه وبقول له سلم على الشهداء اللي معك. بس آرثر بندم ندم عمره، صاحبه أول عن آخر، بس هذا شغل. شو بدك بالطويل معلم؟ نروح لستيف ابنه لهاري اللي مات، اللي بروح لآرثر وبقول له معلم في واحد قتل أبوي، بدي إياك تدربني عشان آخذ بثاري منه، بدي أعرف أقتله، بدي أعرف أضبط أموري. آرثر بقول له معلم حاضر من عيون الثنتين، تعال معاي واللي بدك إياه واللي بدك إياه اللي بدك إياه راح يصير. ما هو خلاص، ما فيش مجال غير هذا الحكي. المشكلة يا اخوان انه ستيف اللي ابنه للي مات جاي وكابس معه على الكامل، زلمة سكرجي خمرجي وداخل اهوج، ما بده اي اشي بس بده يضرب ويقتل. حتى لما بيجي واحد يستفزه عند الاشارة بقول له على العافية معلم، شو رايك اجي اخبط على وجهك؟ ستيف يعني بتعامل بطريقة زبالة، بقوم بفقع وجهه وبيجي بده يطخه علني، خلاص بده يلبس حاله القصة. مين اللي بيطلعوا منها؟ بيطلعوا منها آرثر. وبقول له معلم احنا ما بنقتل عشان نقتل، انت اذا بدك تقتل بدك تكون نظيف عشان ما حدا يرجع يلقطك. هذا الحكي اللي عندي، بدك تسمع الحكي ولا لا؟ المهم يا ابو الغوالي ببلش معه تدريب، واول اشي ببلشه بقول له معلم لازم اي حدا بدك تقتله تلم عنه معلومات، ما بزبط هيك بس من راسك، لازم تعرف شو بحب شو بكره عشان تعرف تدخل عليه بالطريقة الصح. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية أنت بدك تتعلم سلاح، بدك تعرف كيف تضرب وكيف تطخ، كله هذا الحكي بيعلمه إياه. وبضل إنه يبلش على أرض الواقع. باخد واحد بقول له هسا بدي أفرجيك الصح، طلع كيف بدنا نقتله. بدخل على العافية أبو الشباب، بدخل قاعد بمزح وياه بزبط أموره، ما بيلاقي إلا معلم آرثر، بسحبه من وراه بخنقه وبيعلقه زي كأنه انتحر. هو أنت بدك تطلع من الموضوع نظيف، هذا أهم إشي، إنك تطلع من أي موضوع وإنت نظيف. وبيجي دور أول مهمة بسلمها لمين؟ لستيف. بقول له هذا الزلمة بدك تتقرب منه عشان تقتله، بدك تعرف شو بحب شو بكره، المداخل تاعون البيت، المخارج، وين بسهر، كل هذا الحكي تعرف تتقرب منه. ستيف بكون شاطر بهاي القصص وبالفعل بتقرب من هذا البني آدم. وآرثر بعطيه بقول له هاي المادة جرعة زيادة عشان يموت، اوعى تتعالج انت وياه، زلمة طوله 2.5 متر، طويل كثير يا اخوان، لا تتعالج معه، يتعامل معه بحنية. باخده على البيت معلم والأمور تمام، وبقول له بتحط له الهاي في العصير أو في اللي بيشربه والأمور في الطيبة عادي، الأمور سليمة. ستيف بده يفتي، بحاول يقتله عادي عشان إنه الزلمة الحدق، بتخبط على خلقته
وبطبشوا تطبيش يا اخوان، حتى الثلاجة بوقعها على وجهه. بس ستيف بالاخر بيقدر يلاقي حديدة او اشي ويقتله فيها ويخلص عليه على الكامل، بس بطريقة غلط يعني شلفط وجهك معلم. برجع مستوي وبقول لآرثر حقك على راسي انا اسف، بقول له لا تعيدهاش، انا قلت لك هاي مش مزحة، بدك تشغل مخك. وبيجي لآرثر تليفون من الرئيس لانه في كمان واحد لازم يموت، ما هو ما قاتل مأجور معلم، هذا شغله. بوصل الصورة، بتوصل المعلومات، بقول لستيف بقول له معلم هاي الضحية الجديدة بدك تظبط امورك على هيك. بدرسوا الموضوع، بدرسوا الفيديوهات وبظبطوا الامور عشان يعرفوا كيف يدخلوا وكيف يخرجوا. هاي اهم الشغلات اللي بدي يعرفها اي حدا عشان يوصل لهذا الاشي. بدخل معلم بظبط الامور، بظبط الكاميرات عشان يعرفوا وين مكانه، وبيطلعوا معلم زي القرود، وبركب كاميرا عشان يتابع كم واحد بالغرفة. وبالفعل معلم بدخلوا عشان يحقنوه في مادة يقتلوا، بس بيلاقوا انه هو قاعد باخذ دواء. هذا الدواء اللي باخده راح يقلل من المفعول عشان السم اللي موته. فبيقرر آرثر يخنقوا خنق، بقول له معلم تعال افرجيك. بخنقوه لحد ما يموت، وبيحاولوا يتخبوا لانه كل الحرس بدخلوا مرة واحدة. هم متخبيين، ستيف يسكت، لا لازم يوقعهم في قصة. وقع شغلة بيطلع صوت، الناس بتنتبه شو القصة ابو الشباب، بروحوا عند المراية يرتبوا، وقبل ما ينكشفوا بشوي آرثر بيضطر يقتل واحد منهم. وهون بتبلش الملحمة والرصاص زخ من كل مكان، وبتصير حرب أهلية تاسعة معلم. آرثر بيقدر يقتل كل الناس اللي موجودة بطريقة مجنونة، وبيقدروا يهربوا الاثنين وأمورهم في السليم، بيطلعوا يعني الأمور طيبة خلص ما عليك. شو بدك الطويل معلم، بيطلع آرثر من الموضوع والأمور طيبة. وهو طالع بالقطار بيلاقي واحد من اللي مفروض ماتوا بسبب المعلومات اللي هاري صاحبه طلعهم عن المجموعة. هيك فهموا الرئيس. بروح عليه بقول له معلم شو المفروض انت تكون ميت؟ بقول له لا ابدا، انا الرئيس قال لي اختفي عن الانظار لانه هاري عرف معلومات، والمعلومات هاي خطيرة وبدنا نتخلص منه، ولازم نبين لآرثر انه انت ميت. وهون بخف عقله معلم كيف ينضحك عليه، وبقوم بخف عقله هيك بعصب، وببلش يفقع فيه بوكسات وكفوف ويضرب فيه لحد ما يزته من القطار. وتيجي سيارة معلم من اللي بيحبها قلبك تفرمه فرم، تجيبه حلقة تاسعة، هيك متت على الكامل يا ابو الغوال. وهون معلم كل اشي بينكشف، وبرجع آرثر على بيته بيلاقي الموضوع في اشي غلط، في الحارس مش موجود، وبيلاقي مجموعة بعتهم الرئيس عشان يخلصوا عليه. تخلصوا على مين معلم؟ بفقع وجههم وبقطع الصليب تاع رجليهم وبقتلهم واحد واحد، وبمسك التلفون وبمسك برد على الرئيس وبقول له معلم تبعتش حدا، انا راح اجيك افقع وجهك عشان تتعلم ثاني مرة تكذب علي. وبرن على ستيف وبقول له معلم وينك؟ بقول له سلامتك انا في واحد رصاصة في ظهري. بقول له طب اسمع وين قاعد بالضبط؟ مد ايدك في مسدس. بيخلص عليهم بيقتلهم واحد واحد، وبرن على آرثر بقول له معلم يلا ظبط امورك هيني جاي في قصة طرمة. بقول له شو في؟ بقول له بدي اروح ادور على الحارس الشخصي تبع الرئيس وانت ظبط الامور والعدة. ستيف بيلاقي مسدس ابوه بين العدة، وهذا اللي بيخليه يشك انه آرثر نفسه اللي قتل ابوه. وبعد ما آرثر يلاقي المعلومات بيجي ستيف بقول له انت عمرك قتلت حدا بتحبه؟ بقول له اسمع سكر على الموضوع. ما خلص ستيف عرف انه هو اللي قتل ابوه. هون القصة وهون النهفة. وبالفعل معلم بوصلوا لبيت الحارس الشخصي، بشمط رصاصة في رجله وبقول له معلم وين الرئيس مكانه؟ بقول له بعرفش. بقول له شايف هاي بنتك؟ هاي بنتك هسه بخلي ايدها في مفرمة اللحمة. بيضطر يحط ايدها بمفرمة اللحمة، بتحملش المنظر، بحكي له كل اشي، بس بكون آرثر خليط حاطط قطعة لحمة عجل بلدي اشي مرتب. ما علينا. بوصل الخبر لمين؟ للرئيس عن طريق آرثر انه انا جاي اقتلك. بقول له انت جاي تقتلني؟ بقول له انا جاي اقتلك وبدي افقع وجهك كمان. بقول له طب بدنا نشوف. الفكرة من كل المكالمة انه الحراس تعونه يطلعوه برا المكان اللي هو فيه، لانه آرثر عارف انه برا اسهل من جوا مليان ما راح يقدر، هو مش ستيف أوستن يعني يا غالي. ولانه برا مرتب خطة مرتبة، بستنى السيارة تاعت الرئيس تمرق اللي هو رئيس العصابة، بشمطها بوقعها وبطلع بسلاحه بخزق كل الحرس اللي معه، وبكون بستنى صاحبه اللي هو ستيف بالباص، وبيجي بيقلب السيارتين كلهم وبخزقوا الرئيس، وبكون قرب يموت بس لسه يعني هو لسه في روح. هاي الروح بتطلع هيك من السيارة قاعد شوي شوي بتمشي. شو معلم؟ بقول له لا سلامتك تعال افرجيك رصاص. بيخزقوا وبقتلوه ارضي وقتي معلم. مشت الامور تمام والشباب مروحين، بس ستيف عارف انه آرثر اللي قتل ابوه، وآرثر برضه مش قليل يا اخوان، انتبه على المسدس تبع ابوه في جيبة مين؟ في جيبة ستيف، فعرف انه ستيف راح يعمل قصة. بوقفوا عند تبع كزية بدهم يعبوا بنزين، بقول له معلم خليك انت رئيسي وانا بشكرك انك انت دربتني، انا كتير ممنون لك. وبيجي بحط الفرد تبع البنزين مش في المكان على جنب عشان السيارة تتعبى بنزين، وبروح من بعيد وبفقع رصاصة، السيارة بتتفجر بآرثر بكل الدنيا وبموت. هذا ستيف خليط.
بروح ستيف معلم بروح على البيت تبع آرثر عشان يركب السيارة تاعته، بلاقي آرثر تلك له رسالة على السيارة: ستيف يا ابو الغوالي، اذا بتقرأ هاي الرسالة معناته انت ميت. بضحك، بتتفجر السيارة فيه وبتقتله. وبنعرف بآخر الفيلم معلم انه آرثر قبل ما تنفجر السيارة بثواني بالكاميرات مبين انه طلع من السيارة وهرب عشان يخسر الدنيا كلها ويرجع على بلده. آرثر يا اخوان، وبعد ما زي ما حكينا ريح راسه قاعد عشان تجي واحدة اسيوي تقول له على العافية حبيب، بعتني مديري عشان بدك تقتل 3. بقول لها بشرح انا انا خلصت. بتقول له غصب عنك، عنا تصوير وعنا كل اشي اللي عملته، بنفضحك ومنشل عرضك وهيني بحكي لك. بتكبس معه بقول لها بدي افرجيكي شغلة، بفقع وجهها وبيعرف انه في ناس معها، بكسر وجوههم. يا اخوان هذا زلمة مش قليل، خلص لماح في 300 عين في راسه من ورا، بيعرف كل اشي من اللي حواليه. ولما بشوف الدنيا جاي عليه اكثر وفي ناس اكثر بقول لك لا يا عم، هي تلتين المراجل اهرب اغليها. بنط وين معلم؟ على التلفريك، وبكون مزبط الدنيا. بس الكورية او اليابانية هاي بتكون حدقة، بتطخ 9 رصاصات، العاشرة بهرب منها عشان ينط على واحد عايش جوه بطير قاعد وعامل شراع والدنيا، وبيقدر يغليها ويجيبها وسط. وهون بقرر يرجع وين يا اخوان؟ يرجع على القارب تبعه. القارب تبعه بكون اصلا حاط فيه قنابل ومجهزها لانه عارف انه في خلطة عليه او ممكن تصير خلطة عليه، والناس اللي قاعدة بتدور في القارب بفقع فيها القنابل اللي مفخخ فيها القارب تبعه، بفجرهم وبطيرهم. وبقرر يغليها من كل المكان ويختفي عن الانظار لمدة معينة بعد ما يحرق جواز سفره ويحرق كل اشي خاص فيه. بروح مين معلم؟ عند تاع الجزيرة، بكون متعود يعني بالصيف يروح عندها، حتى في له غرفة هناك تاعت الفندق. بتقول له معلم هاي غرفتك. وغرفته ايش معلم؟ بكون حاطط فيها شنطة فيها اغراض وجوازات سفر، وبكون مصور اليابانية عشان يعرف مين وراها. وبتفاجأ انه اللي وراها هذا بدنا نسميه فرج. اخوان فرج كان زمان صحبي هو وياه وخلص كاب زناخته عليه. شو بدك بالطويل معلم؟ تجي صاحبة الفندق بتقول له الحق في واحدة قاعدة بتصوت على القارب. بقول انا شو دخلني؟ انتوا بدكم توقعوني في مشاكل يا حجي، هسه بنروح بنشوف شو مالها. بروح على القارب يعطيك العافية، بلاقي واحد نازل سلخ في واحدة ضرب. يا غالي اتركها. بقول له ما تتدخلش. بقول له اذا خلاص اتركها. بده يشيلها من ايديه، بوكس عشلوط على بوكسين على عينه، طحونة العقل بتوقع على الشمال، بتقل بوقع راسه بموت. يا زلمة انا قلت لك تموت، والله مشكلتك دبر راسك. بتعرف آرثر على مين؟ على جينا، بس اسمها جينا بالفيلم. بقول لها روح يا عيني جاي. وهو قاعد بدور في القارب بلاقي تليفون جينا عليها صورته. انا صورتي شو بتسوي؟ بقول لها انا صورتي شو بتسوي عندك؟ ايش بتسوي عندك؟ انا بدي يخف عقلي هسه. بيحرق القارب وبرجع على جينا. بقول لها حجه انا بدي اعرف صورتي شو بتسوي. بتقول له مش انت بتلخص افلام على اليوتيوب؟ معلم انا متابعه. بقول لها شو بتسوي عندك؟ بتقول له فرج بعتني عشان تصير انا وياك صحبه وتحبني بعدين يخطفني عشان في 3 بدك تقتلهم. بقول لها وبعدين مع امها القصه يا عم انا اعتزلت يا عم، ما بديش اقتل ناس، هسه قاتل واحد على القارب. وبالفعل لما يشيك ورا جينا بتكون واحدة مسخمه عندها دار ايتام ومحافظه على الايتام تاعتها وبتحبهم، ويعني خلص هي مسخم المرة. ولما تحكي هي وياه بتقول له انه هددني في انه يقتل كل الايتام، وعشان هيك انا وافقت على هاي الخطه. بقول لها اسمعي بدنا نمشي على الخطه انه انا وياك بلشنا نحب بعض، لانه اكيد حاطط زلامه وين ما كانوا قاعدين بيراقبوا فينا. وهي مش عارفه شو بدها تعمل. بتقول له انا بس طلعني من القصه، انا ماليش دخل يا غالي، انا اسمي جينا، هربنا ولا جينا يعني ها خفيفه. المهم ما علينا خلينا نركز شباب. المهم يا ابو الغوالي، وبالفعل زي ما توقع آرثر وهم قاعدين بتمشوا على شاطئ البحر بيلاقي شباب فرج جايين عليه. بقول له معلم عندك، وبهجموا عليه يمين بشمال، بحاول يضربهم بس بتكاثروا. الكثرة تغلب الشجاعة كما يقال في الزمن الجاهلية. ما علينا. بجهزوه عشان يلاقي مين؟ يلاقي فرج اللي هو اصلا بيعرفه منه. بقول له على العافيه صديقي كيف حالك؟ في 3 بدك تقتلهم، اذا ما قتلتهمش راح اقتل جينا. اولهم هذا الاسمر، هذا قتال قتله موجود بسجن، وهي حبه دواء بتبلعها بعد ما تنط في البحر، بعرفش دبر حالك، جواها لوكيشن عشان اقدر اسحبك، هذا اللي عندي والمعلومات عندك. وبالفعل آرثر ببلش يتطقص ويظبط الدنيا، بيقلب فيها برزن بريك على الخفيف وببلش يدور مين اقوى واحد في السجن. كان زمان واحد مشهور ومعروف وهارب، وبيحاول يقلد الوشم تبعه اللي موجود على وجهه. فبروح معلم بقول له اغلبك يا غالي هاي بدي اياها على الوجه، عزاوية هيك عند العين عند الرمش. بقول له ماشي. وبالفعل بظبط علكة، هسه بنعرف شو العلكة هاي. المهم بظبطها وبتكتكها وبحط اللوكيشن، حبة اللوكيشن جوا سيجارة، وببلش يدور شو وضع لانه السجن مش طبيعي اللي راح يدخله. بالفعل بظبط الدنيا، بجوز جواز السفر، بزور جواز السفر، وبنزل يكب زناخته في الشارع. بلقطوا الشرطة معلم انت كأنك سكران، بلف وبسحبوا الجواز. وهذا مطلوب وكذا 700 تهمة عليه. هاتوه على اقوى سجن في العالم. بيسحبوه لآرثر،
بتشك عليه بظبط الدنيا. حتى عند تاعون لما يجوا يسلموا أغراضهم شو اللي معه دخان وعلكة. لا العلكة ممنوعة ولا الدخان، ما يعني خلاص أمورك تمام، يلا دخانك وعلى زنزانتك يا كلب. ما علينا يا ابو الغوالي. المهم الثاني اللي على آرثر بده يروح يدور على مين؟ ابو سمرة قتال القتلة. يا اخوان اصلا ابو سمرة بكون جوا السجن ماشي بحرس، اللي جوا السجن بدوروا بدهم يقتلوه بس مش عارفين كيف. يعني هو مطلوب براسه داخل السجن، برا السجن، جوا السجن، مالي على الفصحى. المهم مطلوب راسه، وبيحاولوا حواليه بسكاكين بس ما بيقدروا لانه حواليه حرس فخمين. لحد ما يجي واحد يا اخوان يعني هيك ايده مقطوعة على الخفيف وفاقع محل ايده ايش؟ سكينة، بيكون بالضبط بيمين بشمال وبيقرب عليه، ولسه بده يقتله عشان آرثر يشمطه سكينة في الحجاب الحاجز، بالحجاب الحاجز، وبموت. بقول له ولك ابو غالي، ابو حب العم، ولك انت انقذت حياتي، اليوم عازمك على العشاء على حمص وفلافل، ما فيش بدك تقبل. وبالفعل بدخلوا جوا، وطبعا بما انه انقذوا خلص في امان الدنيا، وبقعد هو وياه، وهذاك بقول له اسمع شو رايك تصير من زلامي، لانه انت زلمه مرتب وشكلك مش قليل وابو عضلات ونافخ وشامط بروتين لزهقان، شو رايك؟ بقول له معلم انا جاي اقتلك، انت بتتخوت؟ بنت شو زي هيك بسحبه من راسه، بشمط الحديده في رقبته، بشمط الحديد في رقبته، بشمط الحديد في رقبته، بعلق عينيه وبقتله. عشان الدنيا تكون سهلة بروح بخلط له سم من المواد الموجودة في الحياية عشان انه الزلمة تسمم بالغلط، وبسيبه قاعد برج زي تلفون نوكيا على الارض، وبطلع بقول للشباب اسمع سيبوه قاعد بصلي ما بده حدا يزعجه. واول ما الخبر يا ابو الغوالي يوصل للشرطة انه ابو سمرة مات، شو هذا رئيس السجن، الدنيا قالبه، هو قاعد بظبط العلكة اللي بتكون عبارة عن متفجرات لما يخلط مادتين ببعض، وبظبط حبة اللوكيشن عشان يبلعها، وبدهن حاله يا اخوان كريم عشان الحيتان ما ياكلوه. واول ما تنفجر الحيط اللي موجود قدامه بيطلع وطيران في رصاص بهجم عليه، بس انا ها وين يا روح ما بعدك روح، بنط جوا البحر وبغليها والامور في السليم. شو بدك بالطويل معلم؟ زلمة اللوكيشن بيسحبه بقول له الامور تمام، وبيجي ايش بيقابل فرج على ايش؟ على السكايب. المهم بيحكي معاه لايف، بقول له معلم شو بدي اشوف جينا، بقول له هاي جينا، بتقول له شو الوضع، بقول له عندك 24 ساعة عشان تقتل الثاني. والثاني يا اخوان بيكون عبارة عن واحد بتاجر في الاعضاء البشرية، عايش على الطابق ال70 بفندق، كل الممرات حرارية ممنوع تطلع اي سلاح، فصعب وقاعد بخلط شو بدي اعمل. وطيران بروح بخلط انه بده يستأجر شقة تحت المكان اللي ساكن فيه هذاك اللي بده يقتله، وبصور المفتاح تبع الشقة بالعقل، وبروح بشيك على الخرائط عشان يعرف وين القصة، وقاعد بخلط بمادة بتفجر القزاز. هسا بنعرف ليش. بروح بظبط المفتاح، بيفتح القزاز هذا عشان انه الزلمة تبع التنظيفات، بيطلع وين الحج الغالي تبع الاعضاء البشرية، بكون عامل مسبح في الجو على الطابق ال70. يا زلمة روح اسبح في اي واحد في نادي الارثوذكسي ولا باي مكان يا غالي. بروح بحفر له جوا المسبح وبشمط المادة المتفجرات اللي بتفقع القزاز، وهو قاعد بيسبح بطق الكبسة بتفجر القزاز. بتعرف الدوامة تاعت سندباد، بلاقي حاله أشلاء وبنزل على الأرض 600 شقفة، يلا عشان يبعوك أعضاء يا قرد عشان تتعلم يا محترم، مش محترم أنت. وبرجع بالفعل وأموره تمام، وبحكي مع فرج بقول له هاي الثاني ضن معلم، وهو قاعد بحكي مع جينا. جينا بتأشر له على اسم المركب اللي هي فيها عشان يقدر يلاقيها، خلص بكفي قتل، هي بدها تهرب من القصة كلها. وبالفعل آرثر معلم ما يكون خياب، بيطلع بهليكوبتر، بيطلع بظبط الدنيا يمين بشمال، بيلاقي اليخت اللي عليه جينا ومين وفرج، بس في ناس وفي سلاح وفي حرس، يعني هذا مش هين. فرج ما احنا شفناه أول فيلم، اسمه لحاله غلط، أنا منقله إياه فرج. بيحاول يقتل أكثر من حدا، ويعني بيخزق ناس وبيقتل ناس، بس بالآخر بنحشر وبوقع، وبقول له معلم هاي المرة سماح، يلا اغليها وروح اقتل الثالث. وبالفعل بضرب اثنين، باخذ الأكسجين وبقدر يهرب منهم، لأنه خلاص المهمة الثالثة لازم تنعمل، ما في مجال. المهم معلم بروح، وبكون الرجل الثالث اللي بده يقتله عبارة عن واحد اسمه آدم. يا اخوان هذا آدم تاجر سلاح قد العالم، عنده صواريخ وأشياء نووية، يعني قصة كبيرة. ويا اخوان عليه الحراسة مشددة بطريقة ما بتتخيلها. آرثر شو بده يعمل؟ بقول لك بلقطه من بعيد، ما بتزبط الدنيا. بدخل عندهم عن طريق هليكوبتر بتكون جايبة مساعدات طبية وهيك، وبيقدر يدخل على السفينة اللي هم فيها، وبالفعل يمين بشمال وبطريقة معينة بتخبى. ولما يعرفوا الجماعة اللي حوالين آدم إنه بخطر بخدوه على الغرفة السرية تاعته، ولما يدخل جوا بلاقي آرثر قاعد، بقول له على العافية معلم، بقول له هلا آرثر. بكون هذا الزلمة يا إخوان شريهم هو
وفرج هم صغار. بقول له اسمع، انت عارف فرج انه اذا قتلتني راح يقتلك، شو رايك نمثل انه انا متت وشوف شو الدنيا بدها تصير؟ بقول له انا موافق، وبعديها بنرتب الدنيا مع بعض، بنشوف على اساس هذا الموضوع بنمشي بنكمل. وبالفعل معلم برتبوا موتة ادم انه انفجرت فيه قنبله فجرها ارثر، بس ارثر بكون تحت البحر بشمط له الاكسجين، بيسحبوا على جزيره وبيقعدوا، وبرن على فرج بقول له يعطيك العافيه يا ابو الغوالي، انا قتلت ادم طلع جينا. بقول له لا، وين جثته؟ ما هو هذا خنزير كمان. بقول له لا، جثته ضلت غاد. بقول له لا، ما شفتهاش. بقول له ابعت زلمتك، ابعت ناسك يروحوا يشوفوها. وبنفس الوقت بكون ارثر قاعد بيظبط في الدنيا هناك وقنابل وهيك، وبستنى بشباب فرج على احر من الجمر. الشباب بتدخل شنطه كاميرا لايف مبث مباشر، فكر حاله على تيك توك، بيلاقي قدامه ارثر قاعد بوقع زلامه زي الذبان. يا اخوان كيف تصيدوا الذبان بالصيف؟ بصيد فيهم واحد واحد لحد ما يزت له قنبله تنفجر في كل الناس مع الكاميرا. وهون فرج بخف عقله، بقول انتصب علينا يا ابو الغوالي، روح دوروا لي عليه. دوروا لي عليه ايش؟ ولك جاييك شامت بسكليت مع 4 عجال وجاييك ركاط، بيشلح تحت التنفس تحت الاكسجين وبيطلع له على القارب اللي هو فيه، بشمط اول واحد رباط صليبي بزته، بقول له سلم على الشهداء. وفرج يا اخوان خاف عقله يعني 360 درجه، بتيجي لف هاي ما علينا، بصيد بالثاني وجينا قاعده بتحاول تنقذ بحالها، بتجيها رصاصه بالكليه اليمين يا اخوان، يعني تحت المراره بشوي، ما بتموت بس اصابه جامده. بخدها فرج عشان ايش؟ يهدد ارثر فيها، وارثر نازل سلخ وضرب في مين؟ في اي حدا بمر قدامه، خلص الموضوع انتهى. فرج خنزير بكون ملغم برضه القارب متفجرات، بروح بفعلها عشان تتفجر كامله. لما يشوف ارثر الدنيا هيك بمسك جينا بحطها بزي غواصه تاعت انقاذ، وبقول لها خليك راح يجي ينقذوكي، انا بدي اروح اكمل الدنيا. بتروح في البحر. ارثر هسه بس بده فرج، بس بدي فرج، ببلش يمين بده فرج. فرج كمان خنزير يا اخوان، مش سهل يعني. باكل 4 بوكسات، ما في طواحين حق توقع لانه ضاربه قبل هالمره، لحد ما يربطوا ارثر بالقارب، وبقول له يلا معلم، بقول له لا راح تموت معي. وبالفعل القارب كله بتفجر بارثر وبفرج، 600 شقفه بصيروا. وبتيجي الشرطه والدنيا وبنقذوا جينا، بيطلعوها من الغواصه وامورها تمام. ولما يروحوا يتفقتوا القارب بكون كل اللي على القارب مات، والكل بيقن انه ارثر يتفجر وصار أشلاء، عشان جينا تروح لحياتها الطبيعية مع الأيتام والأمور طيبة. عشان فجأة المخرج بكل سلاسة يقول لها العافية غالية وتنبسط جينا. مين اللي بيكون خليط؟ آدم أبو المتفجرات أبو الصواريخ. لما بدخل على الكاميرا بيكون لاقط آرثر وهو طالع ولابس شورت، بيقول هيو 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 المحترم.